الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. هنعمل مع بعض مهلبية قمر الدين. انا معايا هنا نص لفة قمر الدين، هحطها كده في حلة وهحط عليها يعني حوالي رتل ونص كده من المية او 2 الا ربع، يعني دول ملوش تقريبا، دول 2 الا ربع. وهولع عليها النار واحسبها لما تدوب خالص، مش هحط السكر ولا اي حاجة دلوقتي. هنعمل الخطوة دي الاول لحد ما قمر الدين يدوب ونشوف هنعمل ايه. زي معايا قمر الدين ده خالص اهو، مفيش له اي اثر خالص اهو. انا دلوقتي هعمل ايه بقى؟ هضيف حوالي معلقه ماء زهر او ماء ورد كده، وهحط بقى السكر هنا بقى حسب التحليه. يعني انا يعني بعمل بالبركه كده، بس انا عارفه انا بعمل ايه. هنا بنحلي حسب التحليه، وهحط 4 معالق نشا كبار، هنشوفه دلوقتي، بس امح لي السكر. طبق فيه ميه، هحط فيه حوالي 4 معالق نشا كبار بالمنظر ده، وهدوبهم كويس قوي قوي، وهقوم هحطهم على القمر الدين بتاعي اللي بيغلي، وعليه السكر وعليه الماء الورد. خلاص حطيت السكر ودوبت النشا. انا بقى المفروض هنا يعني اقلب بسرعه جدا جدا جدا. انا هحط النشا وهقلب بسرعه جدا 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 كده. شايفين اهو، هفضل اقلب كويس جدا لحد هو خلاص تماسك معايا اهو، بس انا لازم اقلب لحد ما يغلي بقى. شايفين خلاص طالما طلع الفقاعات دي كده، يبقى خلاص كده هو معايا غلي خلاص. انا بقى ايه، شايفين قوامه؟ هذا القوام بتاعه جميل اهو. انا هسيبه يهدى، لان انا عندي الاطباق ازاز اللي هي اطباق الباستر دي او الجيلي بتوع طعم الخشاب، فانا لازم اسيبه يهدى شويه عشان ايه بيفرقعوا. هسيبه كل شويه هقلبه علشان ما يعملش وش، وبعدين هنصبه مع بعض، لاني لسه هعمل له جيلي مش نحطه عليه. خلاص المهلبيه معايا هدت شويه اهي. هبدا بقى ايه اصبها في الاطباق اللي عندي بالمنظر ده كده. مش كتير، لان انا لسه هحط طبقه جيلي، يعني كده حوالي نص الطبق. طبقه الجيلي طبعا بتبقى اقل، وهكذا لحد ما اخلص الكميه بتاعتي. اللهم صل على النبي. انا معايا هنا 2 باكو جيلي مشمش. هعمل ايه؟ هحط كوبايتين ميه ساقعه في الحله عشان اغليهم. هذا واحد. ليه انا هعمل باكوين؟ هغلي كوبايتين واحط كوبايتين ساقعين. انا ما بزودش سكر ولا اي حاجه خالص، بسيبه على السكر بتاعه. في ناس بتحبه ازيد السكر، لا. ادي كوبايتين ميه هولع عليهم واغليهم، وبعدين نبقى نحط مع بعض الجيلي. يغلى اطفي النار، احط باكوين الجيلي مره واحده، وهقلبهم كويس قوي قوي لحد ما يذوبوا. افضل اقلب لحد تمام الذوبان، وبعدين اضيف عليهم الكوبايتين الميه الساقعه. انا بقلب بسرعه عشان يذوبوا. خلاص تقريبا خلاص. بنفس الكوبايه اللي احنا عاملين بيها هنعاير بيها. يبقوا 3، احط كمان كوبايه يبقوا 4، لان هو الباكو بياخد كوبايتين ميه، يعني نص لتر. خلاص هسيبه بقى يهدى شويه، وبعدين هصبه على الكاسات اللي انا مالياها. انا معايا الجيلي هدي اهوت، همسك اصبه في الاطباق على مهلبيه قمر الدين بالراحه كده اهوت. شايفين انا بحط طبقه اهيت بس كده، وعلى دي كده اهوت. هفضل اكمل بقى كده كله لحد ما اخلص الكميه بتاعتي زي ما احنا شايفين، ولا امتزج مع بعض ولا حاجه. وبعدين هعمل ايه؟ هحطه في التلاجة لما الجيلي يتماسك نبقى نشوفه مع بعض.
ما شاء الله شايفين الجمال، جمال اللونين مع بعض، ومن الجنب شايفين اللون فاتح وغامق جميل جدا مع بعض اهو. هنشوفهم بقى لما يجمدوا مع بعض. الله شايفين الجمال، شايفين الطبقتين وجمالهم، شايفين تحت قمر الدين مهلبية قمر الدين وفوق جيل المشمش، ما شاء الله لا قوة الا بالله اهو. وادي الطبقتين هنا بعد ما اكلنا منهم، ما شاء الله لا قوة بالله، طعم حاجة جميلة وحاجة زي الفل ما شاء الله.